يميل العقل إلى تجنب الاعتراف الكامل بالقدرات الشخصية. يحدث هذا لتجنب الضغط النفسي الناتج عن توقعات النجاح المستمر. يظهر هذا التجنب كإنكار للدور الشخصي في تحقيق النجاح. يتم تفسير النجاح كحظ أو صدفة بدلاً من قدرة شخصية. هذه الآلية النفسية تحمي الفرد من ضغوط الأداء المستمر. بإنكار القدرات، يقلل الفرد من التوقعات المفروضة عليه. تقليل الشأن يعني تقليل قيمة الإنجازات الشخصية. يؤدي تقليل الشأن إلى إضعاف الثقة بالنفس وتقليل تقدير القدرات. يخلق ذلك دائرة مفرغة من الشك الذاتي. يصبح تحقيق النجاحات المستقبلية أكثر صعوبة بسبب هذا الشك. يؤثر تقليل الشأن سلباً على التقدم الشخصي والمهني. يمكن مواجهة آلية الخوف من المسؤولية بتعزيز الوعي الذاتي. يتضمن ذلك تقييم الإنجازات بموضوعية لتجنب التقليل من شأنها. الاعتراف بالجهد المبذول والمهارات المستخدمة يعزز الثقة بالنفس. هذا بدوره يقلل من تأثير الخوف من تحمل المسؤولية.